وإياكم جميعا ومتمنياتي لكم بإقامة طيبة بين ظهران شعبكم في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لا أشعر يعني منذ أن وضعت قدمي أمس مساء أمس يعني كان شبه يعني قطيعة بين الشعب المصري يعني والشعوب العربية قاطبة والشعب الصحراوي الشقيق، رغم أننا دماءنا واحدة ولغتنا واحدة وديننا واحد، إنما الأنظمة المترهلة والأنظمة المتآمرة والمستبدة يعني حتى هي أساسا كانت بتستبد على شعبها وتظلم شعبها، ولم تكن تقف بأي شكل من الأشكال إلا في بعض الفترات الزمنية المحدودة. يعني لو استثنينا العصر الناصري يكاد لا يكون هناك أي موقف يعني جدير بالتقدير والاحترام من هذه الأنظمة. يعني لذلك يعني احنا كجيل من الاعلاميين والمثقفين والادباء المصريين يعني احنا تخطينا تقريبا ال50 من العمر، يعني لم نكن نسمع القضيه الصحراويه رغم انها يعني شعب بالكامل تم تشريده وتم يعني وقع عليه ظلم شديد، الا ان الاعلام لا يكاد يسلط اي ضوء عليه تقريبا يعني، وفيما يشبه المؤامره بين الانظمه العربيه والنظام المغربي يعني تم التعريف بشكل كامل وتم يعني فرض حصار من الصمت المطلق سواء في المجال الاعلامي او حتى بين المثقفين او بين السياسيين او بين المناهج التعليميه، لا نكاد نرى اي شيء يذكر عن هذه القضيه العادله التي طلع مداها، وان شاء الله يعني ستكون بمشيئه الله قريبا يعني تصل لحلول باذن الله. يعني الاخوان الاخت الفاضله الوزيره والاخ مدير المكتب يعني اوفوا في وصف هذا الكتاب، نحن نراه جهدا متواضعا للغايه، وحقيقه لم يكن جهد شخصي مني باي شكل من الاشكال، وانما هو تكليف بجهود زملاء اخرين قدموا يعني نهايه الصيف الماضي الى المخيمات وكتبوا بكل صدق وبكل احترافيه وبكل موضوعيه عن القضية الصحراوية في معظم الصحف المصرية اللي هي المعروفة في مصر، سواء المؤسسات القومية أو المؤسسات المستقلة أو الحزبية، وبالتالي نحن وجدنا من يعني أقل ما يمكن تقديمه تجميع مثل هذه الأعمال التي يعني غطت القضية الصحراوية من أكثر من زاوية سياسية وعسكرية وإنسانية واجتماعية، وبالإضافة لجهد توثيقي تاريخي. يعني فوجدنا من المناسب جدا يعني تحت اشراف اختنا الفاضله منى رشيد ان يتم يعني تجميع هذا العمل كعمل تاريخي توثيقي لاول مره تقريبا في صحف عربيه يتم تسليط الضوء على هذه القضيه بهذا الشكل. يعني في حقيقه الامر ان الكتاب ليس دراسه سياسيه اكاديميه وليست دراسه اقتصاديه او تاريخيه يعني يمكن الاعتداد بها كمرجع تاريخي، وانما هي يعني جهد صحفي احترافي على مستوى عالي جدا فيما اعتقد من الاحترافيه ومن الموضوعيه. احنا يعني عندنا امل وعندنا اصرار وعزيمه ان ده يعني يكون يعني بدايه لما يليه وليس نهايه المطاف، لاننا بنشعر حقيقه يعني بنوع من الحرج الشديد منكم ونوع من الحياه. نحن فعلا يعني تاخرنا كثيرا عن هذا الموضوع، ويزداد الشعور بالخجل اكثر عندما نرى الشعوب الاوروبيه مثلا او الشعوب الافريقيه او شعوب امريكا اللاتينيه يعني اكثر اطلاعا واكثر اهتماما واكثر زيارات للمخيمات واكثر دفاعا عن حق الشعب الصحراوي الشقيق، رغم ان الشعوب العربيه تكاد للاسف لا تعلم شيئا عن مثل هذه القضيه. وإن كان من عذر فيعني هذا العذر نرجع للتعقيم الإعلامي الذي تم فرضه والتعقيم التعليمي، بالإضافة أن حقيقة يعني لا يخفى عليكم أن حتى الشعوب العربية نفسها تعاني من فساد كبير يكاد يغير كل الأمة العربية، كما تفضلت أختنا الفاضلة الوزيرة يعني الثورات العربية كانت بداية لبصيص من الأمل، وبدأت المجتمعات المدنية تأخذ دورها إلى حد ما كخطوات اولى، ومن بين هذه المجتمعات المدنيه يعني الصحف ووسائل الاعلام. انا بعتقد ان هي كانت اقرب ما يكون للتابو الذي تم كسره يعني بنشر مثل هذه المقالات، والكتاب هذا يعني ان شاء الله احنا لدينا خطه متميزه جدا، يعني هو يعني سيصل الى جميع من يمكن
أن نصل إليه سواء في مصر أو خارج مصر. منظمات المجتمع المدني كاملة سوف يصل إليها هذا الكتاب، بما فيها الأحزاب السياسية، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، بما فيها المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المدني كاملة سوف يصل إليها هذا الكتاب بشكل مؤكد. إضافة إلى مصر يعني تحمي القاهرة، يعني توجد بها جامعة الدول العربية، سوف يتم وصول الكتاب إلى جميع الإدارات داخل الجامعة. منظمة الوحدة الأفريقية، المنظمات الإقليمية الموجودة في القاهرة، يعني لدينا خطة إن شاء الله تكون يعني الوصول مثل هذه الكتاب إليهم كبداية، يعني كمجرد تعريف وتوعية، وحتى يعلم هذه الجهات أن هناك شعب يعاني من ظلم واضطهاد على مدى 4 عقود مضت. يعني حقيقة الأمر أن الكتاب يعني إصداره لم يكن مفروشا بالورود، يعني أنا بتكلم معكم كواحد منكم وليس كضيف عليكم، يعني حقيقة أن أنا أشعر تماما أن واحد منكم. فيعني صدور الكتاب يعني من أول ما تم يعني تسربت معلومات عن صدوره، ويكاد يكون وجه في حرب شعواء من السفارة المغربية في القاهرة. بذلوا محاولات شديدة جدا، يعني حتى مسألة الحصول على التقييم الدولي من الهيئة العامة للكتاب، وهذا يعتبر إجراء روتيني جدا. يعني حاولوا بكل الوسائل ان هو يتم منع الكتاب من الحصول على التقييم الدولي ورقم الإيداع، ولكننا الحمد لله كان في زملاء آخرين يعني ونخص بالذكر زميلنا حمد الحسين اللي هو كان ضمن أو أشرف على حضور الورد الصحفي اللي هو في الصيف الماضي. يعني بذلنا محاولات حقيقة جادة للغاية، لأن لم يكن هناك أي سبب قانوني أو أي سبب يتعلق بمنعنا من الحصول على التقييم الدولي للكتاب. فلما لم يجدوا مفرا من هذا الأمر الحمد لله تم الحصول عليه. يمكن الشيء كما يقال ان الشيء فعلا لما نبذل مجهود فيه بيظهر فعلا نشعر ان احنا عملنا شيء ذو قيمه. تقريبا قبل ما احنا نوصل للجزائر بساعات قليله يمكن، او بمعنى اصح سويعات قليله، كان الكتاب خرج من المطبعه، وكنا حريصين تماما ان احنا نحمله معنا كشيء رمزي، نشعر بخجل شديد حقيقه. احنا نشعر ان احنا المفروض يتم تقديم الكثير والكثير من الجهد، ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا في الايام والفتره القادمه ان هذا الجهد يكلل بمزيد من النجاح وتكون خطوه لما بعدها. ارجو ان انا لا اكون ضغطت عليكم، ومثل هذه الوجوه طيبه، لو في اي مجال فتح حوار احنا تحت امركم. وشكرا جزيلا. انا تماما، لولا ان انا بصداقتي للاخت ان انا نقلت لي الموضوع باحساس، حسيت فعلا ان احنا مقصرين وان احنا نمتلك مساحه جهل كبيره، كان لابد ان احنا نعري نفسنا ونعرف ان احنا اخطانا، لابد نصلح خطأنا. وانا بعتذر عن التقصير والجهل، واذا كنا ما قدرناش نعمل حاجه للقضيه فيما مضى بقصد جهلنا، الا واننا دلوقتي على درايه وعلى علم من ارض الواقع ومن القراءات اللي احنا شفناها بمقابله السيد الرئيس والسيده وزيره الثقافه. الموضوع بقى واضح عندنا، مفيش بقى اي عذر اخر لاي تقصير. ولو كانت الرحله المره دي بدات بربره بس واحنا وابتدت بكتاب واحد، اظن المره الجايه ان شاء الله باذن الله هيكون العدد اكبر، مش من مصر بس، من كل الدول العربيه. المفروض احنا باصدقائنا وبعلاقاتنا هنكبر الموضوع والمساحه اكتر، وهنقدر ننقل اللي احنا شفناه وهنكمل ان شاء الله رغم اي شيء. احنا مش بنقول ان احنا جايين بنمثل حكومات، الحكومات مع كامل احترامنا ليها، الا ان نقطه الحكومات بتبدا بعدين الخطوه الثانيه. احنا جايين بنبني قاعده اساسيه هي اللي هننطلق منها. رايي ان الشعوب او الافراد او البشر هي القادره على تحريك الحكومه. العنصر الاساسي في اي دوله هي الشعب. هنبدا بالناس، هنفهمهم، هنوعيهم، هنصحي الفكره جواهم، ونفهمهم ان العدو مش فقط العدو الصهيوني اللي احنا بنحاربه، ومش بس فلسطين، في ارض اخرى تعاني من عدو اخر بيتكلم نفس لغتنا ودينه نفس ديننا، وده ابشع من العدو الصهيوني. لابد ان احنا نقف ليه بالمرصاد. فانا سعيده ان انا اتعرفت بيكم، واتمنى المره الجايه زي ما يكون عددنا اكبر كمان اجي رأسا من القاهره على الجمهوريه بدون اي ترانزيت في الجزائر ان شاء الله. رسالة جريدة الشعب المصرية وجريدة اللواء الدولي.